تقرير مختصر عن اللي حصل في سوق الحد بالتفصيل واخر اخبار الطلبيات. ناس كتير بتهتم بحالة السوق وبحالة التصدير. طبعا في الفيديو ده هنقول لك اللي حصل في سوق الحد بالتفصيل. طبعا هو جه متأخر شوية يا جماعة، ولكن احب اذكرك واحب اعرفك في بداية الفيديو من غير رغي كتير. لو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ناس كتير عاوزة تعرف الهواية مصيرها ايه، وناس كتير بتهتم بحالة الهواية الفترة اللي جاية وحالة التصدير. احب اعرفك ان ديت مقطع فيديو من الفيديو، مقطع فيديو من السوق القديم. طبعا الفترة اللي فاتت او الفترة الماضية كان السوق كان طبعا في عدد كبير من الهواة وبيكون زحمة جدا زي ما حضراتكم شايفين. ده السوق القديم. ولكن دلوقتي حاجات كتير هنتكلم فيها في الفيديو دوت، ولكن هو فيديو مختصر. هنتكلم عن حالة السوق وعن حالة التصدير وعن حالة الهواية الفترة اللي جاية وعن حالة الحبوب الفترة اللي جاية كمان من خلال الفيديو ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الهواية كانت عاملة ازاي، وكان في عدد كبير من الناس ايام السوق القديم او السنة الماضية. كان زحمة وكان في كميات كبيرة، وكان في نسبة هواة كتير في السوق، كان نسبة تجار كتير في السوق زي ما حضراتكم شايفين. كان لسه السوق شغال زي ما هو. ولكن دلوقتي السوق بدأ يقل وبدأت الهواية تقل عن الأول كتير جدا، وبدأت الطيور كمان بالفعل تقل لأن الناس كتير بالفعل صفت، وناس كتير بالفعل خرجت من الهواية بسبب أسعار الحبوب وبسبب عدم استقرار أسعار الطيور. ناس كتير فعلا صفت، ناس كتير خرجت من الهواية. فده هيؤدي الفترة اللي جاية لعدم ارتفاع أسعار الحبوب، وفي نفس الوقت هيكون في ارتفاع في أسعار الطيور، لأن مش هيكون فيه نسبة إنتاج زي كل موسم إنتاج. يعني بالفعل السنة اللي فاتت كان فيه إنتاج كتير، ولكن السنة دي هيكون الإنتاج قليل عن كل سنة. فده هيؤدي إلى سقوط أسعار الحبوب الفترة اللي جاية. طبعا ناس كتير بتهتم بحالة الحبوب برضو، عايزة تعرف الأسعار هتكون إيه إن شاء الله الفترة اللي جاية. ده اللي انا حبيت اوصله لكم في الفيديو ده، ان الفتره اللي جايه نسبه السوق عمال ينقفل اكتر من الاول، ونسبه الهواء بقت تقل اكتر من الاول. ده اللي هيخلي الحبوب برضو، ودي حاجه هتؤدي الى ان سعر البلكم والفلارس سعرهم هينزل عن كده كمان ان شاء الله. ونصيحه كمان اخويه، حاول بقدر امكانك ان انت في الفتره اللي هي بتاعت فصل الصيف ديت ما تبداش تزود في الحبوب بدايه في موسم الانتاج. اول ما هتبدا الموسم الانتاج هيبدا يشتغل، تبدأ تجيب كمية من الحبوب وتركنها عندك، ما تجيبش دلوقتي وتخزن دلوقتي. يعني بداية موسم إنتاج تقدر إن أنت تشتري حبوب. ولكن برضه هنتكلم عن حالة السوق الحد. طبعا سوق الحد ما كانش فيه عدد كبير من الناس، أو ما كانش متواجد فيه عدد كبير من اللي هو المربيين، وكمان كذلك الأمر من التجار. ما كانش فيه تجار نهائي خالص بمعنى الكلمة، تجار ما كانش موجودة بتلم نهائي بمعنى الكلمة. ولكن بعد العيد هيكون في طلبية جديدة إن شاء الله، وهنقول لكم على ميعادها إمتى. وهيكون في بداية نزول التجار بعد العيد، وآخر أخبار الطلبيات بداية من بعد العيد إن شاء الله. هنقول لكم سواء الجمعة أول الجمعة القادمة أو أول جمعة الجاية إن شاء الله بعد العيد، أو الجمعة اللي هي يليها يعني. فإن شاء الله أول أخبار، أول حاجة تحصل إن شاء الله هنوصلها لكم. وطبعا الأسعار بالنسبة للطيور ده طبعا الأسعار التاجر هو اللي بيحددها، أو الهوا هو اللي بيحددها، أو المربي هو اللي بيحدد الأسعار بتاعته، وإن كان هو هيتمسك بيه أسعار الطيور ولا لأ. طبعا اللي هو المربين في الفترة اللي ما بيكونش فيها لم ديت هم بالفعل بيبدأوا ينزلوا أسعار الطيور، لأن ما بيكونش فيه لم. معظم التجار سواء بتلم لمحلات او بتلم وتركن او تخزن بمعنى اصح زي التجار ما بتخزن الحبوب، هم بيلموا باسعار قليله وبيحطوها عندهم في مطارات وبيسيبوها تاكل وتشرب. حتى لو في زغاليل او شبابات بيلموها ويركنوها عندهم فتره شهر او اتنين، بتكون الريشه بتاعتها نشفت شويه وتكون شدت تستحمل الطيران، او تستحمل مثلا التصدير، او تستحمل السفر. لان السفر طبعا بيعدي يعني بيؤدي الى حوادث او حاجات كتير بتحصل فيه. زي مثلا ان هو الطلبيه دي لما بتتصدر بتقعد 15 يوم. لما بتصدر من مصر العراق او تركيا او اي دولة بتتصدر وبتقعد 15 يوم في حجر صحي. الطيور دي الاول قبل ما تخش اي دولة سواء العراق او تركيا او ليبيا او السعودية، اي دولة بتستورد طيور من مصر بتاخد 15 يوم في الحجر صحي، وبعد كده تبدأ ان هي تخش البلد عادي. ولكن بقى في تجار دلوقتي بتلم الحاجات اللي هي الزغاليل او الشبابات، بتحطها عندها في فترات وتاكلها عادي. طبعا بيكون اسعارها قليله جدا، وبيكون اسعار الحبوب برضو في الفتره دي قليله، فهي مش هتكلفه حاجه، وهيكون فيها مكسب كويس برضو وعائد ربح كويس.
بيسلمها على اساس ان هي كبير شغال. فانت كهو او كمربي انت اللي بتحدد سعر الطير بتاعك او سعر العصافير بتاعتك اللي بتنزل بيها السوق. هل انت عاوز تتمسك بالطيور، هل انت مثلا بتصفي؟ كل ده بيؤدي معاك انت في النهاية الاول وفي الاخر انت كمربي انت اللي بتحدد سعر الطير بتاعك. يعني برضو لو انت بتصفي حاول برضو تتمسك باسعارك وتتمسك باسعار الطيور، عشان خاطر انت لما بتصفي وبتسلم الطيور باسعار قليلة انت برضو بتضر الهاوي زميلك ان هو بيفضل مكمل في الهواية او بعد كده. فنصيحة يعني الناس اللي هي حابة ان هي تكمل في الهواية ولا لأ، الفترة اللي جاية طبعا ان شاء الله هيكون برضو مستقبل الهواية مش وحش، هيكون مستقبلها كويس. وزي ما قلنا الفترة دي تشتري ما تبيعش. يعني لو انت عاوز تطور من الهواية بتاعتك تقدر ان انت تطور انت كهاوي. يعني حتى لو انت مش عامل الموضوع ده كمصدر رزق او كمصدر ربح. يعني كمثال مثلا لو انت عندك استرالي وعايز تخليه مثلا بريمبو، الريمبو ده عاوز تخليه بلاسونجات، عاوز تبدأ تغير مثلا من الاسترالي العادي تبدأ لانصاص مستوى كويس، تبدأ مثلا تخش في البلاك وينج، تخش في السوينج، اي تركيبات عامة تكون هي مستوى كويس وماسكة سعر في السوق، فده هيكون فيها عائد ربح او عائد مادي. كمثال برضو مع حاجة بسيطة، طبعا كل هاوي أو كل مربي بيفرق من مربي لهاوي آخر، طبعا هو حابب إيه. أحب أنصحك بالنسبة للإنتاج والنسبة إن أنت عاوز تربح، حتى لو عصفور بيكون رخيص تقدر إن أنت تطوره في عصفور يكون غالي بس وفي نفس النوع. يعني أنت مثلا بتحب الفينيشات سواء الزبرة، ممكن تقدر تجيب زبرة اللي هي الهاف أورانج أو الإنجليزي، تكون برضو بتربي زبرة، أو يعني في نفس الوقت تكون نقلت على مستوى عالي. كناريا من العادي تبدأ تخش في كناريا أعلى، الجاوا أو أي طفرة أو أي نوع مثلا، حتى كوكتيل أو الروز أو أي نوع، حتى الكوكتيل الحبشي تقدر تخش في اللاتيني، الروز اللي هو الألوان تقدر تخش في اللاتيني. تبدأ إن أنت تطور في الفترة ديت. الفترة دي يا جماعة بتاعت إن أنت تشتري ما تبيعش. وده اللي حصل بالتفاصيل عن حالة السوق الفترة اللي فاتت وعن سوق الحد. ولكن عشان ما نطولش في موضوع الفيديو احنا كده هنكتفي بهذا القدر. وما تنساش الاشتراك بتاعك الجميل.